السلام عليكم، كي دايرين؟ اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نشكر كاع المتتبعات ديالي القدام والجداد، كلشي كاع اللي متبعيني ودوك التعاليق الزوينين ديالهم، كنشكركم. ودابا ندوزو لهاد الكاليط، راه كتجي رائعه. واحد الكاليط كتجي زوينه بزاف وسهله ومكونات بساط، كتعجب الدراري، تعجب ديروها مع اتاي مع القهوه، راه زوينه الفطور. المهم واللقطه الاخرى راه مشات ليا، راه حتى مونطيت وقاديت وكلشي، مني بغيت نشوف لقيتها مشى. المهم على العموم راه كيجيو زوينين، واخا مشات ليا ديك اللقطه راه كيجيو هائلين. غير جربوهم وما تندموش، وما تنسوش دعموا القناه باش يوصلكم كل جديد. بسم الله. نبداو دابا بالمقادير. عندنا في هاد لي كاليط عندنا جوج خميرات وجوج فاني وجوج بيضات كبار. الا كانوا صغار غنديروا 3. وعندنا قشره ديال البرتقال، انا ما عنديش البرتقال، درت قشره ديال الحامضه، القشره ديالها ماشي العصير. وكاس ديال الزيت ديال العنبه، كاس سنيده، ربع كاس جنجلان سمسم. ولا عندكم حتى النافع ديروا شويه، انا عندي النافع شويه مدقوق راه درته مع الجنجلان. وربع كاس ديال الحليب وجوج معالق ديال العسل. والدقيق عندنا 500 غرام، ولكن على حساب، شوف الدقيق ديالكم واش كيشرب ليكم. المهم الدقيق على حساب الخليط. انا دابا قلت لكم 500 غرام، وشوفوا شحال غتدي لكم نتوما. دابا راه درت صفار بيضه وحده درت بيضه كامله، وحده درت ليها غير البيض ديالها والسنيده. نخلط، نديرو تقريبا المقادير كلهم. نديرو الحليب حتى هو، صافي نخلطو. نزيدو الثاني هذاك الزيت، كتزيد الزيت. نزيدو داك الزنجلان، يكون محمر شويه في المقله، محمروش بزاف بحال تصهدوه. ولا عندكم حتى النافع ديروه. القشره ديال الحامض، ولا من الاحسن الا كان ديال البرتقال احسن. وجوج معالق كبار ديال العسل. ما دير هاد العسل تقريبا زوين حر، ماشي اي عسل عندكم ديروه. دابا ندير دوك جوج فاني، صافي. ملي تخلط لينا هادشي دابا نحيدو صافي، نبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه. دابا الدقيق بشويه بشويه. واحد قرصه ديال الملح، حتى ما قلتهاش ليكم، خبيصه ديال الملح. الدقيق ما تزيدوش في دقه واحده، مخصهاش تكون جاريه وماشي مرخوف ماشي قاصحه، وتكوني بين وبين. ها هو الخليط ديالنا بالشكل كيجي، ما تجيش جاريه وما تجيش خاصه. هي هذه الشيء راه كتجي. المهم كتجمع. وراه بقى انا هزات ليا، بقاو ليا من 500 غرام، بقاو ليا 3 معالق كبار ديال الدقيق اللي بقاو ليا. انا راه بغيت لكم باش على حساب يجيكم داكشي هو هذاك. انا بقاو ليا 3 معالق كبار ديال الدقيق. دابا حنا غنشكلوها كويرات ونرجع معاكم. ها هي ديروها بحال هكا على الكف ديال يديكم. ملي تحطوها هنا تبسطوها شويه بحال هكا. والحجم اللي بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار، تقريبا هادو درت فيهم شي 50 في الوحده. انا كندير عيني ميزاني، غير هي تقريبا جاتني بحال فيهم شي 50 غرام في الوحده تقريبا. هانت ديروا بحال هكا وكتبسطوهم شويه بحال هكا. بقاو تستمرين وكتكملوا هاد المقادير كلهم. هذاك الصفار البيضه اللي نقصنا غنزيدوا عليه واحد 2 معالق ديال
الحليب 2 معالق كبار صافي، وواحد راس المعلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، راس المعلقه ما تكثروش باش ما تجيش مغموقه بزاف. صافي شويه ما تكثروش، ونخلطوا هادشي وندهنوهم. صافي غندهنوهم كاملين. هما بعد ما دهناهم بداك صفار البيض والحليب وشويه نص قهوه سريعه الذوبان، غنزينو بالفرشيط بحال هكا، ديروا بحال هكا وتمسحوا بيجيو داك الخطوطه زوينين فيها. ديروا بحال هكا تمسحوا فرشيط باش ما تعمروش الخا. نبقى ندير تزيين بحال هكا، ديما حداكم فاش تمسحوا فرشيط. غنستمر بحال هكا تنكمل كلشي. شويه دابا غنرشوا شويه الزنجلان، الا كان الابيض من الاحسن، انا ما عنديش الابيض. ها شويه ديروا شويه من هكا، ماشي ضروري ديروا داكشي كثير، شويه الزنجلان صافي. وبالنسبه للفران غتسخنوه على 180 درجه، ملي تدخلوهم بالنسبه ديال الغاز 180 وتدخلوه ديروا 160. ما خصوش يكون عالي بزاف، ماشي بحال البيتزا خصها تكون صغيره، خصو يكون شويه باش ما تفرقعش ليكم. وبالنسبه للعداد ديال الضوء دير 200 درجه، وملي تدخل تنقص.